الحل الوحيد للفريق المغربي بكل بساطة عشان يتفوق على الفريق الأسباني إنه يلعب مان تو مان. يعني إيه مان تو مان؟ يعني كل لعيب أسباني لازم يدخل عليه واحد أو اتنين أو تلاتة حسب خطورته أو حسب أهميته في الملعب. يعني مجهود المغاربة لازم يطلع بكرة في الهجوم الدفاعي، يعني اللي هو بيبقى اسمه ايه، برو اكتيف، تهاجم علشان هم ما يهاجموش. يبقى انت كده بتدافع، بس بتدافع بطريقة ايجابية، مش بتستنى لغاية ما يجولك. لو استنيت لغاية ما يجولك ويدخلوا عليك تلاتات كده واربعات كده ممكن يخترقوا ويحرزوا هدف او يدخلوا جون. احنا عايزينهم ما يبدأوش الهجمة. ازاي ما يبدأوش الهجمة؟ اعملوا زي ما فرنسا عملت. فرنسا بتدخل تهاجم من اول دقيقة، كل لعيب بيهاجم وبيطلع مكلف بانه هو يقطع الكورة او يوقف الكورة قبل ما تتلعب، لان مفيش فريق هيستحمل الضغط ده ابدا. لو هم عملوه معانا احنا مع المغرب يعني هينجحوا، لو احنا عملناه معاهم احنا اللي هننجح. فمين يبدأ؟ مين يبدأ بالهجوم؟ لازم يكون المغرب، علشان تضمن ان هي توقف كل تحركات الاسبان من بدايتها. طبعا لسه بتكلم على الكورة، ده مش حرب حقيقية. فاحنا مفروض ان احنا نهاجم من اول دقيقة وما ندخرش اي جهد. مفيش حاجة اسمها هنعوض وهنعمل او مثلا حد يجيله احساس ان هو ممكن يتغلب او يجيله احباط اثناء الماتش او معنوياته تنزل. الكلام ده مش مقبول، الكلام ده غير مقبول. احنا عايزين المعنويات بتاعت اللعيبه بتاعنا اللي هم المغاربه يعني يبقوا فوق طول الوقت، هاجمين طول الوقت. واحنا عندنا لعيبه عندها خبره اكتر من لعيبه اسبانيا. لعيبه اسبانيا صغار السن، او فيهم نسبه عاليه منهم صغار السن، يمكن 7-8 صغار السن. احنا عندنا لعيبه مخضرمه، عندها خبره، عندها قدره ان هي تحقق الفوز عن طريق الهجوم المتواصل من اول دقيقه. وانا لسه بتكلم كوره، ما بتكلمش حرب شوارع. فربنا يوفق ان شاء الله ويوصل المغرب لدور الثمانيه، وبعد دور الثمانيه هنبقى نتكلم. بس نوصل اول دور الثمانيه ارجوكم. يا ريت لو الكلام ده يوصل لاي لعيب من لاعبي المغرب. انا عارف المدرب بتاعهم بيقول لهم نفس الكلام، بس انا شفت التجربه الفرنسيه نجحت في انه في هجوم متواصل من اول دقيقه، وعن طريق الهجوم المتواصل ده حققوا الفوز. ونفس الشيء النهارده عملته البرازيل، بس عملته على فرقه ضعيفه. يعني فريق الاسباني قوي جدا ومخيف جدا، فلابد من الهجوم عليه بكل شراسه. وكل الناس عندنا 100 مليون في مصر مع المغرب باذن الله.